بتعمل ايه يا علاء؟ انا بعمل كيلو قهوه. لو انت كيف قهوه لازم تجربه، يعني لو انت بتحب القهوه وما جربتش الكيلو ده فانت فايتك كتير قوي. ياخد 200 جرام من البن الجيتومالي اللي من عيله الكولومبي، بس مش واخد العيوب بتاعته. يعني الجيتومالي نفس الكولومبي بس بدون اي نسبه مراره. فتخيلها انت بقى مع ميكس البرازيلي اللي هيزود لك الكريمه جدا. وتعالى نخش على باقي الخلطه. 200 جرام من البن البرازيلي اللي هيديك كريمه عاليه جدا في قلب الخلطه، والبرازيلي من انواع البن اللي ما فيهاش اي نسبه مراره. وتعالى نخش نظبط الريحه. ب 200 جرام من البن الحبشي اللي اول ما بندخله في قلب الخلطه ريحه الخلطه بتتحول وبتلاقي ريحه البن ظاهره جدا. وتعالى نظبط الوش بتاع الخلطه دي ب 150 جرام من البن الاندونيسي اللي هيقللوا من كوست التكلفه وهيظبطوا الوش بتاعها. وتعالى نظبط القوام. 150 جرام من الهند الروبستا اللي هيظبطوا لنا القوام بتاع الخلطه ومش هتصيص مننا ولا تبقى خفيفه. تعال لو عايزين نحوجها هنحوجها ب 40 جرام من الحبان، وهنحط لها شويه قرنفل وشويه ورد. وصدقني كل الكلام ده اختياري مش اجباري. التوليفه سواء شربتها ساده او محوجه تكون رائعه. انا هحط لها هنا واحده جوز الطيب لطلب العميل، وهحط لها عودين من الجنسنج عشان العميل كان بيقول لي انا عايز حاجه تديني طاقه وباور عشان بروح الجيم. هنزل الكلام ده كله واطحنه